مساء الخير. معكم مهندس طارق حلوة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حلوة مصاعد هاوزن مصاعد فيتوريا. عملنا فيديوهين اتكلمنا فيهم عن مكونات المصعد الرئيسية. اتكلمنا في فيديو آخر عن الفرق بين الماكينة الجير والماكينة الكيرلس. دلوقتي هنتكلم ليه احنا في شركتنا ابتدينا نزود من التعاون مع الجيرلس. اتعاقدنا مع شركة ألمانية اسمها زيلابيك، شركة فيري ويل نون في ألمانيا. حجم استثماراتها السنوية التيرن اوفر يتجاوز 720 مليون يورو على مستوى العالم، بتصدر لأغلب دول العالم. واحنا كنا بالفعل اشتغلنا معهم سابقا ونجحنا ان احنا السنة دي نتعاون معهم مرة أخرى. بعد ما قلنا مميزات الجيرلس، لو جمعنا الانيشال كوست والرانين كوست يبقى الاسانسير الجيرلس اوفر، في نفس الوقت هيديني راحه، هيديني ان انا احتمال كبير ما احسش ان الاسانسير اتحرك اصلا في بعض العمليات. فعلا واحنا بنسلم الاستشاري قال لنا هو الاسانسير اتحرك. فمميزات الجيرلس بقت عاليه جدا، خصوصا احنا بنتكلم في قطاع الاستشاريين، قطاع الفلل الخاصه، قطاع المولات، قطاع الحاجات الحيويه، كل الامور الحيويه. لما نيجي نتكلم بقى على الجيرلس، احنا هنا في شركتنا لما تعاقدنا مع زيلابيك جبنا اللي احنا اتفقنا عليه بالتكنيكال داتا شيت، 5 ايتمز، ادينا لهم 5 ايتمز ووفروا لنا الماكينات. حاليا متوفر عندنا في شركتنا حمولات 450 كيلو جرام، 630 كيلو جرام، 450 كيلو جرام اللي هي 6 افراد، 630 8 افراد، 800 كيلو جرام 10 افراد، 1000 كيلو جرام 13 فرد، 1500 كيلو جرام اللي هي الحمولات ممكن يكون حمولة اسانسير طن ونص، ممكن افراد برضه على فكرة. وطبعا احنا بعد اكتر من ميتنج معهم خلال الاونلاين ميتنج، وهم جم زارونا واحنا سافرنا قابلناهم في المعارض وزرت المصنع بتاعهم، وصلنا ان في 3 تايبس للجيرلس. في تايب اللي هو بدون فرمالة يد، وفي تايب بفرمالة يد، وفي تايب فرمالة يد وكابل اللي هو بنحرك بيه فرمالة اليد. التايب الاولاني بدون فرمالة يد ده فيري كومن، اغلب الشركات بتعمله. حضرتك بتركب الماكينه جوه البير، فبالتالي مفيش اكسس على الماكينه. انت عايز تحرك الماكينه في حاله الطوارئ، اللي بيعمل الكلام ده الكنترول، يو بي اس بيركب في الكنترول. ولو عايز تضيف يو بي اس على الفرمله يبقى ده الفيري كومن تايب اللي هو من غير فرمله يد. طيب جيت انت حضرتك قلت والله انا عندي غرفه ماكينات عايز اركب للعميل جيرلس، ففي التايب الثاني اللي هو بفرمله يد، لانها هتستعمل فرمله زي بالظبط زي الجير، ان انت بتفتح الفرمله وبتحرك المصعد طلوع او نزول زي الجير بالظبط. طب جيت انت قلت لا انا مش عايز اشتغل بالكنترول يبقى فيه يو بي اس على الفرمله، وعايز يبقى فيه يد مانيوال اشتغل بيها، فجبنا التايب ده برضو. يبقى احنا عندنا 3 تايبس: الفيري كومن من غير فرمله يد، النوع الثاني اللي هو بفرمله يد، النوع الثالث فرمله يد وشداد لما يكون الاسانسير انت مركبه في جوه الماكينه جوه البير، مفيش غرفه ماكينات. احنا اتكلمنا على الحمولات، اتكلمنا على الطرازات. طبعا الموديلات بتختلف زي ما اتفقنا، عندهم اس ام 190، اس ام 180، اس ام 200، 3 تايبس دول معانا. لما بنيجي نعمل اوفر للعميل بناخد الداتا اللي احنا اتكلمنا عليها، ال5 داتا دول اللي احنا قلنا عليهم، وبنحط المناسب ليه الماكينه بتاعته. برضو في قطاع المبيعات، حضرتك لما تيجي بتقول انا عايز ماكينه، انت بتقول عايز ماكينه 4 كيلو وات، فبنسالك ادينا الداتا، ممكن تكون 3.6، ممكن تكون 3 كيلو وات، فبندي حضرتك الداتا شيت زي ما اتفقنا قبل كده، وبندي حضرتك الماكينه المناسبه. في حاله اصرارك انت عايز 4 كيلو وات، يبقى هتاخد الماكينه تقريبا هتبقى الحموله اعلى يعني، لكن يفضل دايما ان انت تاخد الحاجه المناسبه للتكنيكال داتا بتاعت العميل. عندنا مهندسين بيعملوا تصميمات، لو انت حابب تصميم للاسانسير الجيرلس عندنا مهندسين بيعملوا تصميمات. طبعا دائما احنا معاك بعد ما نبيع الماكينه في افتر سيل سيرفيس. لو اتصلت علينا لاي استفسار فني بنرد عليك، اي معلومه عايزها من الشركه في المانيا بنرسل الشركه في المانيا، اي قطع غيار موجوده ان شاء الله متوفره.
فكل ده بنحاول نحققه. ان احنا عندنا، انا قلت قبل كده في احد الفيديوهات، عندنا 3 ايتمز مهمين جدا: كواليتي، البرايس، لو انت راجعت السعر بتاعنا مع مسيرتها من الدول الاوروبيه هتلاقينا تقريبا نفس السعر، تقريبا اولموست يعني. افتر سيرفيس، احنا عندنا ستاف مهندسين وعلى اتصال بالشركه الام في اي حاجه تكنيكال، بنتواصل معاهم وبيردوا علينا وبنبعت عليك الرد. قطع غير موجوده ان شاء الله تعالى، وباذن الله القاكم في فيديو اخر.